مساء الخير عليكم أحلى متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. طبعا زي ما انتم متعودين معايا دايما بنقدم وصفات سهلة وبسيطة وبمقادير تكون مظبوطة جدا، وكمان طعمها بيكون مميز. النهاردة حبايبي حضرت لكم وصفة بسيطة وسهلة وكلنا بنحبها، مش عايزة أقول يعني إن احنا بنعشقها، وهي طبعا كفتة الحاتي. هنعرف مع بعض ازاي نعملها وتطلع معانا بالظبط زي كفتة الحاتي اللي بنشتريها من بره، ويمكن كمان طعمها يكون احلى منها. ازاي تطلع معانا الكفتة طرية وجوسي ومش ناشفة، وفي نفس الوقت تكون متماسكة. كل ده هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. ويلا بينا نبدأ بالمكونات. عندي نص كيلو لحم مفروم وشين، وعندي 100 جرام من الدهن المفروم، ويسلام لو كانت ليا ضاني بقى تخلي الكفتة في حتة تانية خالص. عندي كمان بصلة كبيرة مبشورة، ومعاها قرن فلفل أحمر مبشور برضو، وطبعا لازم نكون مصفينهم كويس قوي من المية علشان الكفتة تمسك معايا وما تبقاش معجنة، وفي نفس الوقت ما تفكش مني. عندي كمان فصين من الثوم المهروس، عندي نص معلقة من هريسة الشطة، معلقة صغيرة. عندي كمان شوية من الكزبرة متقطعة ناعم، وعندي طبعا مية البصل. عندي 25 جرام من بهارات الكفتة. البهارات بيبقى فيها ملح، فعشان كده انا ما بضيفش ملح تاني. عندي كمان معلقة من النشا ونص معلقة من البيكنج باودر. النشا بيساعد على تماسك الكفتة، والبيكنج باودر بيخلي الكفتة من جوه هشة ومش مكتومة. ويلا بينا ندخل على طريقة التحضير. هضيف المفروم ومعاه الدهن والبصل، وهضيف الفلفل والثوم وهريسة الشطة، وهفرم كل ده مع بعضه في الكبة او مفرمة اللحمة لحد ما ينعم معايا كويس قوي. وده شكل الكفتة بتاعتي بعد الفرم، بتبقى ناعمة قوي وما بتبقاش مخرزة خالص بالشكل ده كده. هضيف دلوقتي باقي المكونات، بهارات الكفتة والنشا والبيكنج باودر والخضرة، واقلبهم لحد ما يتجانسوا بالشكل ده كده. ودلوقتي حبايبي هحط الكفتة بتاعتي في التلاجة لمدة ساعة علشان لما اجي اصبعها تكون متماسكة معايا وماسكة نفسها. وبعد ساعة هطلعها واصبعها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هبل ايدي بمية البصل وهاخد جزء من الكفتة وهلفها على سيخ او عود شيش طاووق بالشكل ده كده. وده يا حبايبي شكل الكفتة بعد ما صبعناها. شايفين كل صوابع الكفتة تقريبا حجم واحد. الكمية دي عملت حوالي 13 أو 14 صباع كفتة. هدخل الكفتة بتاعتي التلاجة لمدة نص ساعة، وبعد كده هطلعها على التسوية على طول. وبعد ما هخرج الكفتة بتاعتي من التلاجة هرفعها على شبكة بالشكل ده كده، علشان أثناء التسوية أي زيادة في الدهون تنزل في الصينية من تحت. بالنسبة حبايبي لتسوية الكفتة، أنا بولع الفرن بتاعي كويس قوي لحد ما يسخن كويس، وبعد كده بطفي الفرن من تحت وولع الشواية بتاعتي وادخل الكفتة تحت الشواية. اول ما يبتدي وشها يحمر وتتشمع معايا ابتدي ان انا اقلبها على الوش التاني. بالنسبة لتسويتها بتاخد حوالي تلت ساعة في الفرن. ما تطوليش عليها اكتر من كده عشان تطلع معاكي طرية وجوسي وما تطلعش ناشفة. لو حابة ان انتي تديلها ريحة التدخين ممكن تولعي لها فحماية بالشكل ده كده.
هيبقى طعمها لذيذ قوي برضو، وهتدي نكهة حلوة للكفتة بتاعتي. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. وصفة النهاردة وصفة سهلة وبسيطة، بس السر كله ان انتي تهتمي بالتفاصيل اللي قلنا عليها اللي بتودي طعمها لحتة تانية خالص. جربي بنفسك وصدقيني مش هتندمي. حاجة انتي عاملاها في البيت وضامنة النظافة بتاعتها، وطعمها مش هقولك زي كفتة الحاتي، لا احلى كمان من كفتة الحاتي. مستنية تجاربكم وتعليقاتكم. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان القناة تكبر بيكم وليكم. اشوفكم في فيديو جديد، وصفة جديدة قريبا ان شاء الله. مع السلامة.